3 مفاتيح لتفريغ الهموم والكروب، ومن القرآن ومن السنة. عاوز تطمن، عاوز تعيش حياة مطمئنة مع الله عز وجل، عاوز الهموم والكروب ربنا سبحانه وتعالى يفرجها عليك، وعايز يقضى ليك حوائجك، 3 مفاتيح اللي هنتكلم عنهم النهارده ومن القرآن والسنة. وأول مفتاح معانا هو مفتاح الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أبي بن كعب سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أيجعل لك يا رسول الله صلاتي كلها؟ فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ربنا سبحانه وتعالى يشيل الهموم من على الإنسان، يكفى الهم ويقضي بها دينك. سبحان الله. قصر الصلاة والسلام على رسول الله، ونكثر منها أكثر وأكثر وأكثر في يوم الجمعة، لها أفضلية كبيرة في يوم الجمعة. وإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مننا بتوصل للرسول صلى الله عليه وسلم، وينذكر اسمنا بعد كل صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبأي صيغة من أنواع الصلاة على رسول الله، أو بالصيغة الإبراهيمية اللي هي بنقولها في التشهد في النصف الأخير من التشهد: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ناس كتيرة جدا بتتكلم على فضل الصلاة الإبراهيمية، وقد إيه بركات ونور وهداية وفرج وفتوحات الصلاة الإبراهيمية. والصلاة على رسول الله بكافة أشكالها. الصلاة على رسول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها كبير، فضلها هموم بتتزال وقضاء للحوائج، ففضلها فعلا عظيم إن احنا نقولها ونستشعرها ونكثر منها في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. تاني مفتاح معانا هو قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على هذا الذكر إنه كنز من كنوز الجنة. وفي حديث آخر وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله هي دواء ل100 داء أقلهم الهم. فما بالنا بقى بقية ال100 هيكونوا عاملين إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله قال عنها العلماء أنها هي مفاتيح المغاليق، ولم نجد شيئا يفتح المغاليق إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا قد إيه هي عظيمة، بس هي محتاجة إن إحنا بنقولها نستشعر لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت أو إحنا بنستبرأ من حولنا ومن قوتنا وبنلتجئ إلى الله عز وجل، فده معناها. فلما نقولها بيقين: أيوة يا رب أنا عندي هم كذا، عندي مشكلة في كذا، ولكن يا رب أنا تبرأت من حولي وقوتي والتجأت فيه إلى حولك وقوتك. وثالث مفتاح معانا وهو قول سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وكذلك ننجي المؤمنين. سيدنا يونس كان في ظلمات عظيمة، في 3 ظلمات: ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة البطن الحوت، ظلمات شديدة. وما سيدنا يونس قال دعاء لا إله إلا أنت سبحانك، بداية الدعاء يا جماعة هو تمام العقيدة والتسليم العقيدة لله عز وجل، أنه لا إله لهذا الكون إلا الله عز وجل. فلا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك، يسبح الله عز وجل، إني كنت من الظالمين. فرد الله عز وجل عليه بإيه؟ فاستجبنا له وكذلك. يعني الاستجابة مش هتبقى سيدنا يونس بس، فكذلك ننجي المؤمنين. احنا كمان ندخل في هذه الزمرة، ندخل مع المجموعة دي، ندخل مع المجموعة اللي لما يقولوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا يقول لنا فاستجبنا له وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم امين. ربنا يا رب يرفع البلاء والهموم والغموم عن هذه الامه، وعن امتنا الامه الاسلاميه في كل بقاع الارض. لا تنسوا من الصلاه والسلام على رسول الله، قول لا حول ولا قوه الا بالله، قول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وهي مفاتيح الفرج والهموم وازاله الهموم والغموم باذن الله ومن القران والسنه. دمتم بخير.